فهد، مهرجان عمان الشعري أو ملتقى عمان الشعري أو ملتقى عمان الشعري أحدث ضجة كبيرة من خلال الحضور المكثف، من خلال خلينا نقول الأسماء اللي تواجدت، من خلال أيضا يعني الأصداء الحلوة والنجاحات اللي حققها المهرجان. أول شيء إيش أسباب هذه النجاحات من وجهة نظر المنظم الأول فهد السادي للمهرجان؟ والله شوف مازن، أول شيء هي توافيق من رب العالمين يعني. اللي أنجح الملتقى أو المهرجان، احنا سميناه ملتقى عمان الشعري. أول شيء اسم عمان، يعني احنا أخذنا الاسم من باب أنه نرد شيء من الجميل لهذا الوطن. الشيء الآخر يكون محفز لنا أنه نبذل قصارى الجهد يعني في تحقيق هذا الأسميه الإنجاز صراحة. الشيء الآخر كان اشتغال مكثف يعني، وبمعنى اشتغال واجتهاد من قبل الكثير من اللي يغاروا على مسألة الساحة الشعرية العمانية. كان ينقصنا بأمانة، كان ينقصنا، وأقولها يعني أنه مهرجان أو تظاهرة أو فعالية تواكب الفعاليات الموجودة في الدول الخليجية الأخرى يعني. والفكرة كانت مجنونة بأمانة يعني، لأن تنفيذها محتاج إلى وقفة يعني، وانت عارف شو هي الوقفة يعني، وأساس أن السادة المشاهدين معنا نقول وقفة مادية قبل لا تكون وقفة معنوية. وأيضا كان الوقت قياسي جدا يعني. أنا يعني بحثت على تاريخ معين أقيم فيه الفعالية، وجدت التاريخ المناسب هو تاريخ يعني شهر 9 بحكم انه ما في فعاليات يعني، وما تتعارض عند لا مهرجانات الخليجيه ولا المسابقات مثل مسابقه شعر المليون. فاذا واحنا الفكره هذه في شهر على اواخر 7. فتخيل يعني خلال شهرين يعني ايش المجهود اللي راح يبذل، وكيف القناعات، كيف راح تقنع وتغير قناعات انت. والجهات يعني خلينا نتكلم عن الجهات الداعمة، فيها مجالس إدارة صح، ومجالس إدارة مخاطبات واجتماعات، لكن كان التفاؤل موجود. دائما الإنسان لابد يكون متفائل ويحسن الظن في الناس، وفي نفس الوقت يبذل جهد جبار لتحقيق شيء يريده. فالتفاؤل كان موجود. من هذه النقطة بالذات انطلقت أنا مسألة التفاؤل. كان في اجتماع أولي عند المعنيين، مش الداعمين، لكن اللي راح يقوموا بالجهد، لأن ما راح تقوم فيه مؤسسة، راح يقوموا فيه خلنا نقول مجتمع. وكان يعني يراودني حلم أن أنا أحقق شيء للقرية اللي أنا تربيت فيها، ومن ثم للولاية، للمحافظة، للبلد بشكل عام. فاتجهت طبعا لهم اللي موجودين في القرية، أهلي ناسي يعني. فصار الاجتماع الأولي بس قلت أنا عمان يعني، عشان إذا ما عشان فهد عشان عمان. تخيل المبادرات اللي كانت موجودة من الصغير والكبير يعني. بأمانة حسوا بمسؤولية غير طبيعية، بس أنا ما كنت متوقع يعني النجاح راح يكون بهالدرجة واجتهادهم راح يكون بهذه الدرجة. تخيل نومهم كان لأنه كان أسبوع مستمر. المعدات موجودة، الحراسات اللي كانت بالتناوب يا سلام. التخطيط، المكان، التنظيف، يعني تعرف كان جهد تطوعي بشكل كبير غير طبيعي. وتخيل ايش اللي يحصدوا، ما يحصدوا اي حاجة إلا يعني بارك الله فيكم على ايش اسمه مشكورين وفقط لا أكثر. حتى كلمة الشكر ما كانوا ينتظرونها، لأنهم يحسون هذا واجب تجاه عمان اللي تسمى باسمها الملتقى. فالفكرة كانت جبارة، التنفيذ كان أيضا جبار. وقفة الأهالي كانت غير طبيعية، ناهيك عن مسألة جدا مهمة، نقل الصورة للشاعر اللي من الدول الخليجية الأخرى. الشاعر من الدول الخليجية الأخرى كان يسمع عن كرم عمان. تخيل لما وصل الحفاوة اللي حصلها خلتهم يعني من يروح يتكلم حتى في الجرايد. أهالي المنطقة
يعني ما نقول يتذابحون او يتقاتلون على شيء معين، بقدر ما هم الكل حريص انه ينجح غير ذلك الكل يبي يعزم الشعراء يعني. فهذا بحد ذاته كان شيء خيالي بامانه، ومع جزئيه يعني شوي مره بامانه يعني اللي هي نتكلم عنها. الجزئيه المره هي جزئيه الماده. وقبل لا اتكلم عن الماده اوجه شكر جزيل بامانه للشركه الرسميه الراعيه اللي وقفت عند فهد السعدي. الشركه اللي اسميها يصير تفضل طبعا الشركه العمانيه البحرين للاستثمار والتطوير. يعني بامانه الكل ما كان متوقع انه شركه ممكن تدفع مبلغ يعني. طبعا الملتقى مكلف كثير، فانا اقول جزاهم الله الف خير، واقل حاجه اقدر اقدمها لهم الشكر. نرجع على الجزئيه المره في الموضوع يعني. الملتقى كل جوانبه يعني فيها مبعث سعاده وفخر، الا جانب واحد اللي هو ما اسميه تخاذل، بقدر ما انه كان فيه بالامكان اكثر من اللي كان. يعني مازن انت صاحب مؤسسه معينه، وجيتك انا وطرحت عليك الفكره، وقد تكون يعني المده قصيره يعني معليش يعني شهرين مش مشكله، لكن انظر للهدف الاسمى يعني. يا سلام. انظر للبلد، انظر للشيء اللي راح يتحقق. فتقول لي انه اجتماع ولازم اعمل اجتماع مجلس اداره، طيب ما عندي مشكله اعمل. منهم الشخص تذكرهم؟ ما اتكلم عن اشخاص، اتكلم عن مؤسسات. عن المؤسسات تذكرها. مؤسسات في مؤسسه دعمتك وقفت معك ذكرتها؟ اذكر مؤسسات احسن الظن في الناس. ونقول ان الناس فيها خير وبركه. وما دائما يعني الكراسي ما دائما موجوده لاشخاص معين، يمكن التبديل هذا قائم، وقد يكون الان في الكراسي هذه اللي موجوده في المؤسسات هذه فيهم الخير. ناس تغيرت وناس فيها الخير والبركه، فليش انا اتكلم عن المؤسسات بس هذه؟ فهد اللي عرفت انا من خلال متابعه الملتقى ان في اعلانات نزلت لمؤسسات وشركات بحكم انهم كانوا واعدينك بشكل 90% انهم بيردون عليك في اسبوع، وانه خلاص 90% احنا موافقين. تتفاجئ ان انت الاعلان نزلنا في القنوات الخليجيه، وفجاه يقول لك والله احنا محتاجين وقت اطول، احنا لا ما نقدر نوفر لك، احنا لين متى بنظل على هالحال؟ طيب توضيحا للمساله هذه. يعني انا كان في اتصال مباشر مع احد مسؤولي التسويق في شركه من الشركات هذه اللي احنا اعلنا عنها يعني في شركه راعيه. وبالعكس يعني حب الفكره كثير وتحمس لما عرف ان اسم عمان موجود. ويعني خلنا نقول ما بنبالغ ب 90%، بنقول 70% ان الموضوع موافق عليه. جيب لنا الاوراق، وجبت الاوراق وجبت الصور والاشياء يعني كل الاشياء اللي طلبها جبتها. فاتصلت فيه، اتصل طبعا ما يرد على اتصال. بعدها يمكن مشغول الرجال، اعمل رساله نفس السالفه. انا مجبر اني انتهي من اعلان مصور تلفزيوني. انا لما قلت لك مساله الاشتغال على الملتقى بدايه من الاعلان على الملتقى، فكان ودنا الكل يعرف، وبالفعل توفقنا في هذا الشيء. الخليج كله عرف، الوطن العربي كله عرف، الاتصالات من قبل الشعراء اللي وده يشارك واللي يستفسر. فمن الاعلان هذا عملت مسج او رساله اخيره لهذا الشخص، يعني انه انا بكره انتهي من الاعلان، وحاط شعار الشركه يعني. فبغيت اني يرد علي يعني. فبالفعل الرجل رد علي ما في نفس اليوم. انا سلمت العمل، خلصت العمل وسلمت للقناة نجوم، وايضا القنوات الثانيه سكوب، يمكن 6 قنوات. وعمل لي رساله انه مجلس الاداره ارتأى انه يعني ما في امكانيه انه ندعم الملتقى. وتخيل يعني نزل الاعلان، وكان بامكاني اني اتصل واوقف الاعلان، لكن قلت يا فهد كون احسن، بحكم انه خدمت شيء يعني مؤسسه موجوده في البلد وخدمتها، وفي النهايه انا ما خسران يعني، حطيتها وشلتها، لكن على الاقل يعني وانا ما الومه لسبب، لانه ما اعطاني موافقه رسميه.
هو اعطاني مبدئيا احنا موافقين 70% موافقين، والامور بالعكس هذا شيء مشرف. انت تتفائل، فانا قلت لك على النقطه الاساسيه مساله التفاؤل، وبعدين يجي الاجتهاد والتوفيق من رب العالمين. فما قدرت اني يعني اشيل المؤسسه لخدمتهم فقط. فاتمنى يعني ان اللي سويته هذا لهم المره هذه اذا رحت لهم يشوفوها شيفه على قولتهم. اتمنى. شيء محزن جدا ومؤسف.